مرحبا بكم في رحلات عبر الزمن، القناة اللي بنسافر فيها لعالم الغموض ونتجول معاكم في كل تساؤلات نص الليل. جايين النهاردة نتكلم عن حاجة غريبة جدا، حاجة لو حصلت هتسيبك واقف متجمد مبهوت. تخيل كده، انت ماشي في الشارع، في المول، أو حتى قاعد في مكان بتحبه، وفجأة بتشوف شخص ماشي قدامك، وفي ثواني تكتشف إن الشخص ده مش مجرد حد عادي، لأ، ده نسخة طبق الأصل منك، نفسك، ملامحك، طريقة مشيتك، حتى نظرتك في عينيه زي نظرتك بالظبط. بتقف للحظة ويمكن قلبك يدق بسرعة، بتسأل نفسك: هل أنا بحلم؟ لكن لأ، مفيش حلم هنا، أنت فعلا شايف نسخة منك. ليه النسخة دي موجودة؟ هنا بنبدأ نحكي عن واحدة من أكثر الظواهر الغريبة في عالم الأساطير والعلم، حاجة اسمها الدوبل جانجر. كتير من الثقافات القديمة كانت بتعتقد إن الإنسان عنده الشبيه في مكان ما في العالم، يمكن يكون في مكان تاني أو زمن تاني، شبيه لدرجة تخليك تحس إنك قدام مرآة. بس المرآة دي مش عادية، لأنها مش بتعكس اللي انت عارفه عن نفسك، لا، بتعكس حياة تانية، قرار تاني كان ممكن تاخده، طريق مختلف كان ممكن تمشيه. العلم بيقول إيه؟ العلماء بيقولوا إن الفكرة دي مش مستحيلة، ودي بيسموها نظرية الأكوان المتعددة. النظرية دي بتقول إن في أكوان تانية كتير، وكل كون فيهم بيمثل نسخة مختلفة منك. يعني ممكن يكون في كون تاني أنت فيه غني، أو كون تاني أنت فيه شغال شغلانة عمرك ما فكرت فيها، وكل احتمال كان ممكن يحصل في حياتك في الكون ده هو واقع وحقيقي. طيب، لو الكلام ده حقيقي، لو فعلا في نسخة تانية منك، ممكن يحصل إيه لو قابلتها؟ ممكن يبقى الشخص ده جاي من عالم تاني، من واقع مختلف، بس الواقع بتاعه فيه جزء منك. ولو هو فعلا جاي من مكان تاني، طب إيه الرسالة اللي جايبها معاه؟ أسطورة الدوبلجانجر وراها إيه؟ في أساطير كتير بتحكي عن ظاهرة الدوبلجانجر دي، بيقولوا إن الشخص اللي بيشوف شبيهه ممكن يكون معرض لخطر كبير. في ناس بتقول إن اللي بيشوف شبيهه هيكون قدامه حاجة مرعبة، أو إن حياته هتتغير بعد اللقاء ده. زمان في قصص بتقول إن اللي شاف الدوبلجانجر بتاعه بيجيله نوع من النذير، يعني تحذير من حاجة كبيرة جاية، حاجة هتحصل قريب جدا. والمرعب في الحكايات دي إنها مش مجرد خرافات، لا، دي قصص اتسجلت من ناس عاشوا نفس التجربة وشافوا نفس الشيء. إيه اللي ممكن يقوله شبيهك؟ تخيل بقى لو حصلت المواجهة دي، لو فعلا قدرت تقرب من شبيهك وتتكلم معاه، تفتكر ممكن يقولك إيه؟ هل هيبقى عارف أسرارك كلها؟ هل ممكن يقولك عن حاجات عمرك ما كنت تتوقعها عن نفسك؟ لو هو جاي من عالم تاني، هل العالم ده اتبنى على قرارات انت كان ممكن تاخدها لكن ما خدتهاش؟ والأهم، هل هيحذرك من حاجة جاية؟ هل هيقولك تبعد عن شخص معين أو تخلي بالك من حاجة معينة؟ دي بقى أسئلة ما بتخلصش، وكل سؤال منهم ممكن يفتح أبواب تانية مليانة غموض وقلق، مواقف حقيقية غريبة. هل فعلا الناس شافت شبهها؟ مش بس في الأساطير، في ناس كتير في العصر الحديث بتقول إنها شافت شبيهها بالصدفة، زي ما حصل مع كذا شخصية تاريخية. من أشهر الحكايات دي قصة الأديب الإنجليزي إدغار آلان بو، اللي حكى عن تجربته لما شاف شبيه ليه. وأغرب حاجة إن بعد ما شاف الشبيه ده اتغيرت حياته بشكل غريب جدا. مشهد مواجهة الذات بيكون مخيف بالنسبة لكتير من الناس، لأنه مش مجرد نسخة، لا، هو انعكاس ممكن يكون مخبي جوانب إحنا ما نعرفهاش عن نفسنا. السؤال الأخير، لو قابلت شبيهك فعلا، هتعمل إيه؟ هتسأل نفسك مليون سؤال. هل هتسأله عن حاجات كنت دايما بتفكر فيها، زي قرارات مصيرية كنت بتتمنى لو كنت خدت قرار غيرها؟ ولا هتسأله عن مستقبلك وتشوف إذا كان هو عارف حاجات عنك أكتر من نفسك؟ يمكن يكون الشخص ده مجرد خدعة، أو انعكاس وهمي، أو حتى تحذير. ده كان موضوع النهاردة من رحلات عبر الزمن، وحكاية مليانة غموض وتساؤلات تسيبك مع أفكار ممكن تخليك تعيد النظر في كل حاجة حواليك. ولو عجبتكم الحلقة واستفدتم، ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان ما تفوتوش أي رحلة جديدة مليانة تساؤلات غريبة وألغاز مشوقة. وشوفكم الحلقة الجاية.